السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم حنعمل وصفه مقروط المقلاة ولا مقروط العسل. يجي مرمل ومعسل حتى للقلب مع جميع اسرار نجاحه، باه يجي طايب ماشي معجن وممطوم ما يذوبلكمش في المقلاة. اذا لهذا المقروط استعملت سميد الخشن تاع مولا، زيت 4 كيلات ممسوحين من السميد الخشن. زدت لهم ملعقة صغيرة ملح، حركتهم. بعد زدت لهم السمن اللي كنت ذوبته وخليته يبرد ولا برك دافي معليش ما يهمش. عمرت الكيلة تاعي ناقصة أسبوع تاع السمن وكملت عمرتها بالزيت هكذا. من بعد فرغت السمن تاعي فوق سميد، وبنحي هذاك شويه تاع السمن اللي قعد لي في الكيلة تاعي، درت له شويه حرش ناشف ومسحته. دوكا نبدا نبسس في السميد تاعي باه يتغلفوا كامل الحبات تاع السميد بالليذان، باه كامل يتشرب الماده الدهنيه ولا السمن. من بعد نبدا نحك فيه بين يديا بالكف تاعي، ندير هذه العمليه حوالي 5 دقائق هكذا حتى يولي القوام تاعو ثقيل. كي نشكلو بها انبول تقعد محافظه على الشكل تاعها وما تتشققش وما تتكسرش. هنا نقولوا بلي الحرش تاعنا دحق وما تبساس. من بعد غطيته خليته ارتاح حوالي 4 سوايع، نقدروا نخلوه ليله كامله. غطيته الطرشونه وخليته بجيه. بعد ما فاتوا 4 سوايع عاودت وليت عنده، لقيته بهذا الشكل. من بعد درت له بيضه. من بين لي زاستوس اللي يخلوا لي المقروط تاعي ما يتحليش في المقله ولا اي ما يذوبش في المقله، هي اني نضيف له بيضه واحده في كيلو تاع الحرش ولا تاع السميد. انا سبقت في هذاك البياض دخلته في هذاك السميد. من بعد بديت نرش، جبت نص كيلو تاع مزهر وبديت نرش السميد تاعي ونخدمه غير ب7 ما نعجنش هكذا. ما نشبعوش ما برك نديرلو شويه تاع مزهر باش تتنفخ لي الحبه تاع الحرش تاعي. اذا من نصف الكيلة تاع المزهر، نفس الكيلة اللي قست نكيف بها الحرش، من نصف كيلو مزهر شوفوا شحال قاعد لي، يعني حوالي درت النصف تاع نصف كيلو، يعني 4 كيلو. غطيته طرشونه وخليته حوالي 4 ساعات بد ما نجهز الحشو اللي فيه 3 كيلات لوز. انا استعملت اللوز مرحي بقشوره، نقدروا نستعملوا الكاوكاو، مع نصف كيلو سكر مع شويه على فاني. انا استعملت اللوز بقشوره باه يعطيني هذاك اللون البني للحشو. من بعد بديت نشمخ في اللوز تاعي بماء الزهر، لينتو شويه جاري باسكو حيزيد يشرب شويه ويجيني سوسوه. ما نديروهش ناشف باش ما يتحلناش في المقله، لان في بعض الاحيان يتنحلنا الحشو من حبه تاع المقروط ويبقى لنا مكان الحشو فارغ.
انا بديت نشمخ، ديت كميه تاع الحرش هذاك تاعي اللي خليته قلت لكم مريح 4 ساعات. بديت نشمخ فيه هنا الماء هذاك فيه ماء وخلط بين الماء وماء الزهر. بديت نشمخ فيه غير بشويه، نشمخو ونخدمو حتى يتلايم. يعني ما نكثرلوش الماء، يعني نروحش نليمو ديريكت بالماء، نخدمو قبل. بعد الا شفتو خص نزيدلو شويه. شفتو كيفاش كي خدمتو تلايمت لي وتشكلت لي عجينه. وبديت نضغط عليها بنخرج كاع الهواء اللي فيها، وديت الخط هذاك في الوسط اللي حنعمرو بالحشو. نجيب كميه تاع الحشو، نديرو على شكل بودة، نحطو في هذاك الخط او نضغط عليه باش يلصق مع الحرش مع العجينه تاعي. هنا بديت نغلق من الجهه مليح كيفاش ماشي يبان في التصوير، عاودت وليت من الجهه اللي منا. شوفوا كيفاش راني نغلق وممتو راني نضغط باش يلصق مليح العجين في الحشو. ضغطته من بعد روليته هكذا. وهنايا نسيت ما قلت لكمش، هذاك الحرش اللي راه في هذيك الاخرى فهنايا هو حرش مع السمن، خليته باه نغطي به البودان تاعي العجينه تاعي من الفوق بيخرج لي مبسس من الفوق. اذا هذاك حرش مع سمن فقط، بلا ما نشمخو مقبل، نحيتو مقبل ما نشمخو بالماء. ندير مقروطات، عينك ميزانك والحجم، كل واحد على حساب الحجم تاع المقروط اللي يحبه. كاين يحب مقروط كبير، كاين يحبه صغير. هنا هذوك الاطراف نحيت منهم نحيت لهم هذاك الحشو والعجين حطيته بجهه باش نعاود نخدمه. هنا بديت نشكل في المقروطات تاعي بلا كوبات. الكوبات تساعد باش يجي بومبي وانتو يتسقموا كاع، يعني هذوك الاطراف اللي خارجين كاع يتسقموا. زدت كملت كاع الكميه تاع الحرش اللي عندي. انا درت بودان طويل شويه، فوالا نعمر نديرهم في السله. نقدروا نطيبوه بلا سله، فقط السله تساعد. الزيت تاعي كنت سخنتها حوالي ربع ساعه. اذا اشوفوا راني نطيب في الراس الصغير تاع الكويزينير تاعي. شعلته على اقصى درجه، من بعد درت الزيت تاعي تسخن حوالي ربع ساعه. بعد نحط فيها المقروط تاعي، وهذا هو يعني 80% تاع السربه ما يذبش المقروط في المقله هو طيابه. لانه لما نديروه في زيت سخونه ماشي سخونه بزاف قلت لكم الراس الصغير، راح هذيك القشره الفوقانيه حتى تتولي خشينه. اذا هنا بعد ما فاتوا 5 دقائق، انا نكذبش عليكم نطيب المقروط بالرافاي، نرقلي الرافاي تاعي على 5 دقائق، نقصلو النار. شوفوا كيفاش نرجعها. من بعد نزيد نخليه يطيب على هذه النار القليله 10 دقائق. يسمى كامل المقروط تاعي نخليه ربع ساعه وهو يتقلى في الزيت. هذا هو السر به يطيب حتى لقلبه، ما يقعدش من الفوق حمر ومن داخل يعني من فوق حمر طايب، من داخل تلقايه عجين. هذاك الحرش ما طبش. المقروط تاعي وهو سخون نحيته من الزيت هكاك وهو سخون، نديرو داخل عسل بارد. هو يعني هذاك العسل حيدفى من هذاك المقروط الاول، يعني عادي تكون دافيه شويه في الاول، يعني تكون بارده كديروا او المقروط الاول. من بعد كديروا فيها مقروط تدفى شويه هذيك العسيله، عادي نزيدو نكملو نديرو فيها مقروط واحد اخر، يعني ما تكون دافيه العسيله معليش. خليته
في العسل، خليته 20 دقيقة، 20 دقيقة، ونقعد مرة نقلبو باه يتعسل لي من قاع الجهات. هذه هي النتيجة. جاء مرمل ومعسل الله. نتلو العسل من الفوق. العسل ما يكونش ثقيل بزاف، العسل اللي عسلته فيه المرة الأولى ما يكونش ثقيل بزاف، يعني متوسط، ما هو جاري ما هو ثقيل. انا بالعاني اللي حبه كنت نقسمها وممتون نعبز عليها باه تشوفوا التبساس تاعو، باه يبان لكم شحال جا طري. شوفوا كش راهي تفتت ونديري قلب اللوز. اذا هذه هي الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها وتنجحوا فيها. نلتقي في فيديو اخر، ومع السلامه.